نذكر مشاهدينا الاعزاء بمواجهه اخرى في الليغا، حيث ريال اوفيدو يواجه ريال مدريد بتمام 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. اهلا بحضراتكم من جديد. دعونا نعود معكم لنشرح كيف استطاع اولا ليفانتي ان يتقدم، وكيف برشلونة قلب النتيجة ب3 أهداف مقابل هدفين مع وائل جمعة ويوسف شيبو. أهلا بكم مرة أخرى. كيف تجرأ أولا ليفانتي وتقدم بهدفين دون مقابل في شوط المباراة الأول؟ زي ما قلنا الشوط الأول يا طارق، أخطاء دفاعية كتير من برشلونة وسوء تمركز دفاعي. في كل هجمة كان بيروح بيها فريق ليفانتي كان يقدر يسجل نتيجة التعامل الخاطئ من المدافعين والرقابة السيئة والتمركز الخاطئ جدا في كل الكرات المرتدة. قدر ليفانتي انه يسجل هدف اول وهدف ثاني من ركله جزاء عن طريق اللاعب موراليس، ويتقدم بالنتيجه 2-0 في مفاجاه كبيره جدا جدا برغم السيطره الكبيره وتوقع الاداء، الا ان لعيبه ليفانتي قدرت تسجل هدفين الشوط الاول. وكيف عاد برشلونه يوسف؟ عاد اول شيء بالتغييرات، دخل اولمو، اصبح رافينيا الجهه اليسرى، اصبح اولمو، دخل جافي كذلك. هنا الهدف وتوقيت اهداف اللي جات، الهدف الاول خصوصا الهدف الاول والهدف الثاني 3 دقائق بينهم. 48 دقيقه 51 هدف 52. بيدري كان افضل لاعب في هذه المباراه، ثم الهدف اللاعب توريس الصعبه سجلها والاسهل ضيعها في الشوط الاول. بعد ذلك مع التغييرات اللي عملها دخول ليفاندوفسكي، دخول كذلك اللاعب كوندي، هنا جمال يمرر واللاعب يسجل ضد مرماه في الوقت بدل ضائع. فوز مهم لفريق برشلونة، لكن هناك الكثير من العلامات الاستفهام، خصوصا يجب إعادة النظر في دفاع فريق برشلونة. بداية غير جيدة لأتلتيكو مدريد كابتن. بداية لأتلتيكو مدريد سيئة، التعادل مباراة النهاردة وهزيمة المباراة الأولى قدام اسبانيول. أخطاء كثيرة في الدفاع برغم التغييرات الكبيرة اللي عملها سيميوني. تأكد إن في مشاكل وهيبقى في صعوبة كثيرة لفريق أتلتيكو مدريد. اللي أنا أشوف إن فترة سيميوني انتهت مع الفريق ولا بد من تغيير. نعم. تبقى لنا نشكر محللي قنوات بي ان سبورت. شكرا لكما يوسف شيبو والجمعة. بعد نهاية المباراة أيضا مشاهدينا الأعزاء، دعونا نستمع لحديث غوارديولا ماذا قال عن هذه الخسارة. ربما افتتاحية صعبة في ملعبكم، هل كنتم تستحقون أفضل؟ هذه هي النتيجة. ربما كان ينقصنا بعض التفاصيل الفردية، أشياء بسيطة ربما كان يجب أن نفعلها بشكل أفضل. أعتقد بأنه هذه ليست نتيجة نريدها، ولكن أن نخسر كرات في مواقع صعبة غير مقبول بالتأكيد. ونحن رأينا كذلك بأن ربما رقابة لاعبي الخصم لم تكن شرسة بما فيه الكفاية، ولكن بصفة عامة أنا رأيت أشياء إيجابية كثيرة كذلك، وبالتأكيد في بعض الأحيان بعد خسارة يصعب رؤية ذلك والناس لا يفهمون هذا الأمر، ولكن رأيت أشياء جيدة وأنا أعجبت بالكثير من الأشياء والموسم لا يزال طويلا. كنت سأسألك ما ينقصكم اليوم، ولكن هل ربما لا يزال الوقت مبكرا في الموسم وكذلك فترة قصيرة للتحضير قبل الموسم؟ ربما لم يجد الفريق انسيابيته حتى الآن. كلا كلا كلا، لدينا تدريبات ممتازة، الفريق يبدو جاهزا، لذا ليس لدي هذا الإحساس. مطالبة بضربة جزاء، يبدو بأن بوب أصيب من فاندرفين. هل هي ضربة جزاء؟ ما هو رأيك؟ على ما يبدو ضربة جزاء، ولكن اتخذ القرار على كل حال. استمعنا لحديث بيب غوارديولا مشاهدينا الأعزاء بعد خسارة فريقه لهذه المباراة. دعونا نذهب إلى مباراة أخرى حيث